معانا على التليفون الاستاذ ماهر عبد الرحيم، عضو مجلس اداره نادي الزمالك. استاذ ماهر، ازي حضرتك؟ ازيك يا كابتن خالد؟ سوري محامي الاستاذ ممدوح عباس، انا اسف. ولا يهمك حبيبي. انا اسف. استاذ ماهر عبد العزيز، عضو مجلس اداره، معلش انا اسف. ولا يهمك. استاذ ماهر، النهارده يعني خلاص موضوع الرد وتغريم الاستاذ محمد صادق 4000 جنيه، والمفروض يوم الثلاث، هل خلاص هيسدل الستار على الموضوع ده ان شاء الله يوم الثلاث؟ ان شاء الله باذن الله في احد، احنا بنامل ذلك ان شاء الله. ان الحكم يصدر يوم الثلاثاء القادم، اللي هي اول جلسه عاديه موجوده قدام الدائره. هل من الممكن انها تؤجل ولا حاجه؟ ان شاء الله لا. ان شاء الله. انا كنت عايز قبل ما اجاوب على اسئلتك يا كابتن خالد. اتفضل. كلمه صغيره كده، يعني كلمه واجب ان انا اقولها. انا طبعا بتوجه بشكر الاستاذ مختار منصور على المبادره اللي صدرت منه بخصوص هذا الموضوع. تمام. ده اولا. ثانيا شيء طيب يا استاذ. لا فعلا، يعني عشان دي كلمه حق واجب ان تقال، ان بنقول شكرا لان مرتضى منصور ما فيش ادنى شك ان هو قيمه مضافه لينا مش علينا. دي شيء كويس جدا. تمام. بالنسبه للقضيه، بص يا كابتن خالد، انا تعمدت عدم التعليق على اي احداث في اليومين اللي فاتوا دول، لان احنا مشكلتنا ما كانتش الدعوه نفسها يا كابتن خالد. احنا كان في جهات كثيره جدا خفيه وغير منظوره بالنسبه لنا بتحاربنا بالنسبه لموضوع الدعوه. هاي الفرق بقى. الحمد لله احنا النهارده تمكنا وبأعجوبة عشان تبقى عارف من نهاية طلب الرد، وبننتظر ان شاء الله باذن واحد احد من الزياره الثالثه برئاسه معالي المستشار عبد الفتاح بك انهاء الدعوه يوم الثلاثاء القادم باذن واحد احد. ان شاء الله. استاذ ممدوح عباس لسه في لندن؟ انا ما عنديش علم والله يا كابتن خالد بهذا الموضوع. هو يعني تفاصيل سفره وتفاصيل العلاج او المرض اللي عنده انا ما عنديش اي خلفيه عنه على الاطلاق. تمام. شكرا استاذ ماهر على مداخلتك. عمرك يا كابتن خالد. شكرا استاذ ماهر.